برج الجدي. الو. القراءة دي هنركز على الشخص اللي بتفكروا فيه، شوف هو احساسه ناحيتكوا ايه وشايفكوا ازاي، ايه نوايا الفترة اللي جاية بخصوص الموقف اللي بينكوا. دي هتكون قراءة عامة، مش شرط انها تنطبق على الناس كلها. اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. الطاقة بتاعت القراءة دي بالنسبة للناس ممكن تكون اوريدي حصلت، بالنسبة لناس تانية ممكن تكون بتحصل او لسه هتحصل. فخلينا نشوف التارو هيقول لنا ايه بخصوص الموقف اللي بينكوا وبين الشريك. Please tell me what's coming forward towards Capricorn regarding the situation with the person on the minds. Tell me about this person's thoughts, feelings, actions, also intentions towards Capricorn in regards to whatever is going on between them during this period of time and onwards. Please answer the questions I'm going to ask and grant me the guidance and the wisdom to clarify the answers. Give me the cards I need to see. Energy of the person on Capricorn's minds. Last shuffle. One more. الطاقة دي غريبة شوية. ده واحد ممكن يكون عنده احساس ان هو عنده احساس بالاهانة، عنده احساس ان هو اتسحل، كبرياءه اتسحل، انما بالرغم من كده هو بيفوت. اوكي، او عايز يفوت او مضطر يفوت او شايف ان الصح ان هو يفوت. معرفش ليه عنده احساس ان هو كبرياءه اتسحل وان هو اهان، وان انتوا جايز عنده احساس ان انتوا اهنتوه مثلا، ولو ان انا عارف ان الجدي ما بيهنش حد، انما جايز الاحساس اللي واصل له من خلال تصرفاتكم معاه بيكون محسسه بالاهانه، خاصه اذا كان الشخص ده من النوع الحساس قوي اللي بيخاف على صورته قوي وبيخاف على منظره قوي وبيحسبها كويس قوي قبل ما يقول اي حاجه او قبل ما يعمل اي حاجه، او عنده شيزوفرينيا شويه في موضوع صورته الاجتماعيه، صورته قدام الناس، بيعمل حساب للناس اكتر من اي حاجه تانية جايز، I don't know. انما اللي انا حاسه وشايفه من الورق ده ان هو زي ما يكون حاسس بالاهانه لاي سبب من الاسباب، بس مضطر ان هو يبلعها. فاهمين قصدي؟ فخلينا بقى نشوف الانرجي دي هتودينا فين. ده شكله كده جيمر الشخص ده شويه. من الورق ده كده انا عندي احساس ان الشخص ده من النوع اللي بيلعب جيمز. خلينا نشوف هو احساسه ايه تجاهكم. Universe, please tell me about this person's feelings towards Capricorn regarding whatever is going on between them during this period of time and onwards. مش بقول لكم هو جيمر شويه، بس اللي انا شايفه ان الشخص ده عايز يرجع لكم برج الجدي. ده واحد بيحبكم على فكره. ده واحد بيحاول يفكر ازاي يقدر يصحح الاخطاء اللي حصلت، ازاي يقدر يعمل هيلينج. هو حاسس ان هو زي ما يكون لسه زعلان، لسه شايل منكم. معرفش، جايز يكون الشخص ده شايل منكم بقى لاي سبب من الاسباب، بس اللي انا شايفه ان هو بيفكر ازاي هاو تو مend this، يعني ازاي يصلح ده. هو في حتتين كده، في حته جواه عايز ترجع لكم، بس في حته تانية جواه شايله، وهو ما بين الاتنين عمال يفكر طب انا اتصرف ازاي، تعمل ايه يا عبد الرحيم، تعمل ايه يا عبد الرحيم. عشان كده انا قلت لكم انا حاسس في الورق ده من البدايه ان هو لسه شايل منكم، بس مضطر ان هو يبلع الاهانه، لانه حاسس جايز ان موقفه ضعيف. اوكي، جايز انتوا حطيتوه في موقف مواجهه مع نفسه، فابتدى يشوف اخطائه. ده واحد عارف اخطائه كويس، وعشان هو عارف اخطائه وحاسس بيها مضطر ان هو يبلع، يعدي موقف ما هو ممكن يكون حس فيه بالاهانه. اوكي،
انما اللي انا حاسه ان الشخص ده لانه بيتخانق مع نفسه بالشكل ده، فهو عنده مشاعر ناحيتكم. جايز كان في بعد بينكم الفتره اللي فاتت، الشخص ده مش قادر يستغنى عنكم وعايز يرجع لكم، اوكي، او عايز يرجع اللي بينكم ايا كان اللي بينكم. طيب خليني اشوف هو شايفكم انتوا ازاي. Universe, please tell me how is this person viewing Capricorn in regards to whatever is going on between them during this period of time and onward. هو شايف ان انتوا زي ما تكونوا فقدتوا الامل فيهم كده خلاص، اللي هو ما بقتش فارقه معاك. ما بقتش فارقه معاك، واسف، اللي هو كانكم بتقولوا عايزين، بص كانكم بتقولوا للشخص ده بص يا ابني، عايز تبعد ابعد، عايز ترجع ارجع، عايز تروح روح، انا خلاص ما بقتش في دماغي، انا بعرف اتحكم في مشاعري كويس، عارف كويس قوي انا عايز ايه. انما هو عارف ان انتوا من جواكم بتحبوهم، بس بالرغم من كده انتوا مبتعدين عنهم، وزي ما تكونوا بتحاولوا اساسا تشيلوهم من دماغكم خالص، اوكي. فيمكن عشان كده هو حاسس الاحساس ده واصل له، فمحسسه بالاهانه، بس هو عارف ان هو في حاجه لازم يعملها عشان انتوا ما تبقوش في الاحساس اللي انتوا فيه ده، عشان يقدر يرجع لكم انتوا تاني. فعشان هو يقدر ياخد الخطوه دي، هو مضطر ان هو يتقبل الاحساس ان انتوا قلبينه، الشخص ده انتوا قلبينه، اوكي، قلبينه قلبه صعبه يعني، اوكي. بس هو مش قادر يستغنى عنك، هو حاسس بأخطائه وشايفها وعايز يصححها، اوكي. انما احيانا الشخص ده بيحس كمان ان انتوا كمان بتعرفوا تلعبوا معاهم الجيم كويس قوي، بتعرفوا تتحكموا في مشاعركم شويه كويس. فهو زي ما يكون مش قادر يتقبلها كبرياء، ومش قادر يتقبل احساسه بان هو يعني هيرجع لكم هو موطي راسه غصب عنه، انما مضطر يعمل ده لان هو عايزكم. بس هو اللي حط نفسه في الموقف ده، يعني اللي هو انت اللي جبته لنفسك يعني جايز الشخص ده انتوا حسستوهم ان هما، يعني زي ما قلت لكم قبل كده، انتوا حطيتوه في مواجهه مع نفسه، ان هو ابتدى يشوف اخطائه. لان الاهانه دي انا شايف انها اهانه داخليه، مش اهانه ظاهريه، يعني مش اهانه فيس تو فيس كده، او حد انتوا غلطتوا فيه او حاجه زي كده، لا خالص. دي اهانه داخليه نفسيه، ودي بتبقى اقوى بكتير على فكره. لما واحد يبتدي يشوف اخطائه فعليا منه لنفسه، الاحساس ده بيكون قوي عليه قوي. بس هو عارف ان انتوا شايفينه، وعارف ان انتوا عارفينه، وعارف ان انتوا اللي وصلتوهم لكده. بس اعتقد ان هو ممكن هيعمل فيها عبد الحميد الاهبل شويه، هيعمل نفسه مش واخد باله. خلينا نشوف هو هيتصرف ازاي تجاهكم الفتره اللي جايه. Universe, please tell me what's the most expected action this person will take towards Capricorn regarding whatever is going on between them in this situation in the near future. Tell me about this person's intentions towards Capricorn in the near future. هو بصوا، اذا كان في مشكله حصلت بينكم وبين الشخص ده، ايا كانت طبيعه المشكله، ممكن تكون سببت الم نفسي سواء له او سواء ليكوا، او سواء ليكوا انتوا الاثنين، ممكن تكون سببت بعد. زي ما قلت لكم، انا حاسه ان الشخص ده عايز يرجع لكم تاني، واعتقد ان هو بس ممكن يكون لسه قدامه شويه، يعني لان هو حاليا في اللاوعي بتاعه هو بيحاول يوجد التوازن النفسي الاول، اوكي، عشان يبتدي يتحرك، عشان يبتدي يعالج الاخطاء، عشان يبتدي يعني يبادر ناحيتكم.
انما جايز يكون التوازن النفسي ده ممكن يحتاج منه شوية وقت الاول. اوكي، فاللي انا حاسه ان هو لسه في المرحلة اللي هو خلاص، هو مشاعره بتقول له انا عايز ارجع للجدي، انما التنفيذ هو اللي ممكن يكون آه كرامته وجعاه شوية، كرامته ناقحة عليه شوية كده، فاهمين قصدي؟ فممكن يكون تحسوا بشوية تباطؤ بسبب الكبرياء، انما القرار اوريدي متاخد. اوكي، فزي ما يكون بيحاول يعمل تمهيد نفسي لنفسه الاول عشان يبتدي يعالج المشكله دي. بس المشكله ان التمهيد النفسي اللي هو بيعمله ممكن يكون بيفكره بالوجع. اوكي، فبيلاقي نفسه داخل في دايره كده اللي هو متألم، مشاعره متألمه، وفي نفس الوقت نتيجه للبعد والقلبه اللي انتوا قلبينها له، فالموضوع لسه مش سهل عليه قوي. بس اللي انا حاسه ان هو اخد القرار خلاص ان هو يرجع لكم تاني. فانا من وجهة نظري المسألة دي ممكن تكون مسألة وقت. الراجل اللي انا شايفها، انا شايف برج الجدي، برج الحمل، دلو، في دلو كتير وفي حمل كتير برضه، سرطان، ميزان، ثور. دي الابراج اللي انا شايفها. ممكن يكون اي برج تاني بس مينلي دي الابراج اللي انا شايفها في الورق ده. خليني اشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكوا الفترة دي من الابراج اللي حواليكوا. ممكن يكون فيها رسالة او اتنين من الشخص ده، بس مش شرط يعني، ممكن تكون من اي حد تاني في حياتكوا، حد معجب بيكوا، حد عنده مشاعر تجاهكوا، من خلال الوصف بتاع الموقف ومن خلال الابراج اللي انا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكوا. الرسائل دي ممكن تنطبق على العلاقات القائمة اوريدي او المنفصلين او حتى العلاقات الجديدة. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Capricorn during this period of time and onward, regarding ongoing relationships, separated from relationships, or even new love and new relationships? الرسالة الأولى جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها أنا مش عارف إذا صالحتكم وقربتوا وبادرت ناحيتكم النهاية اللي بينا دي هتتغير ولا لأ، أو الأمور اللي بينا هتمشي بشكل إيجابي أكتر من الأول ولا لأ. بس اللي أنا عارفه كويس إن أنا لسه عندي مشاعر ناحيتكم وعايز أصلح الموقف ده. جايز أكون مش قادر أخد القرار، جايز أكون حاسس إنه مش هيفرق كتير إن أنا صالحكم، لأنه ده مش هيغير شيء في الواقع، إنما من جوايا فعليا أنا حاسس إن أنا عايز أصالحكم قوي. الشخص ده عايز يقرب لكم. اوكي، الحياة بينكم جايز كانت حصل فيها مشاكل، في نهاية حصلت ما بينكم وما بين الشخص ده في وقت من الأوقات. في إحساس بالكوديبندنسي شوية أو تواكل شوية في تصرفاته. ممكن يكون بيقدم رجله يرجع 10، إنما مشاعره ناحيتكم صالد. اوكي، ده ممكن يكون واحد عايز يقدم لكم اعتذار عن نهاية ما هو تسبب فيها، ممكن تكون خسرت بينكم حاجات كتير. أبراج اللي أنا شايفها، أنا شايف برج الحوت، برج الجوزاء، برج الثور أو الميزان. الرسالة التانية جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها أنا مش عارف إذا رجعت لكم انتوا هتقبلوني تاني ولا لا، هتتعاملوا معايا كويس ولا لا، هتسيبوني وهتبعدوا عني وتدوني ظهركم ولا لا. احساسي بيقولي ان انتوا خلاص انا ما بقيتش فارق معاكم. عشان كده انا ممكن اكون من وقت للتاني بحاول اعرف اخباركم، بحاول اشوف اذا كان الوقت ده ممكن يكون مناسب ان احنا نرجع لبعض ولا لا. ده واحد عايز يرجع لكم، ده واحد بعد عنكم في وقت من الاوقات وعايز يرجع لكم، بس شايف ان انتوا زي ما تكونوا قفلتوا الابواب في وشه خلاص، او رميتوا طوبته وما بقتش فارقه معاكم خالص الشخص ده في حياتكم. اوكي، وهو حاسس ان انتوا لو هو راح، لو جه كلمكم او فكر ان هو يرجع لكم، ان انتوا هتلطشوا له مثلا او حاجه. فاهمين قصدي؟ عنده الاحساس ده، عنده الاحساس ان انتوا فقدتوا الامل فيه خلاص.
وشايلين منه كتير قوي ومبقتوش طايقينه اساسا، بس هو لسه عايزكم. برج الحوت، برج الميزان، برج الاسد. الرسالة التالتة جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها: اللي مزود المشاكل عندي على فكرة هو احساسي بان انا مش فارق معاكم، احساسي بان انتوا ما بتتكلموش معايا خالص، بيحسسني في وقت من الاوقات ان انتوا ويشي واشي او اون اند اوف ناحيتي، الطاقة بتاعتكم اوقات بحس ان انتوا عايزيني، واوقات تانية بحس ان انا مش فارق معاكم، اوقات كتير بحس ان انتوا ممكن تكونوا تعرفوا حد تاني عليا على فكرة، حتى لو انا ما بقولش، بس الاحساس ده احساسي بان انتوا يعني راميني خالص كأن انا مش موجود في حياتكم، او احساسي بان انتوا ممكن تكونوا تعرفوا حد تاني عليا، حتى لو ده ما كانش صحيح، بس بيخليني في حالة نفسية صعبة جدا. في اوقات بحس ان انا محتاج لكم فيها. بالنسبة للبعض على فكرة ممكن يكون الاحتياج ده احتياج مالي عند الشخص ده، جايز كان عنده مشاكل مالية وحس ان انتوا في وقت من الاوقات كان المفروض تساعدوه بس ترددتوا، جايز ده يكون حاجة من الحاجات برضو اللي مضايقاه. اوكي، انما اللي انا حاسه اكتر من الورق ده ان الشخص ده عنده احساس ان هو مش فارق معاكم، وان هو زي ما يكون سبير في حياتكم، او يعني مش حاجة اساسية في حياتكم، يعني حاسس ان هو ممكن يكون وجوده في حياتكم ثانوي يعني. اوكي، الرسالة دي جاية لكم من برج والإحساس ده بيخليه في صراع ما بينه وما بين نفسه أكتر. الرسالة دي جاية لكم من برج الأسد، برج القوس، برج الحوت. الحوت ظهر في كل الرسائل، فالحوت واضح إن الانرجي بتاعته قوية قوي في خلال الفترة دي بالنسبة لكم برج الجدي. أنا عايز أرجع بس للقراءة الأساسية شوية، لأن أنا في حاجة شفتها في نوايا الشخص ده المستقبلية. أوكي، بالنسبة لبعض السيناريوهات ممكن يكون في طرف ثالث داخل ما بينكم وما بين الشخص ده، والطرف الثالث ده جايز يكون سبب من اسباب المشكله الاساسيه، بس اعتقد انه جزء من الحلول هيكون من ناحيه الشخص اللي في دماغكم، يعني ان هو يحاول يوجد توازن شويه في الطاقه الثلاثيه اللي ظاهره دي، في شخص تاني او طرف تاني هو محتاج ان هو يرضيه، لازم يبتعد عنه شوية، او لازم بمعنى اخر يعمل حاجة عشان يقدر يوصل للتسوية، او يحل الخلاف اللي بينكم انتوا. ففي طرف تالت جايز يكون معرفش، بالنسبة لبعض جايز يكون قريب، جايز يكون غريب، جايز يكون صديق، في طرف تالت داخل، في حاجة ما بينه وما بين الشخص ده لازم تتعامل الاول عشان الشخص ده يقدر يصفي الامور ما بينكم وما بينه. معرفش، جايز يكون حد في السوشيال سايكل، حد من من الاصدقاء، الناس اللي بيشوفهم بشكل دوري في الحياه الاجتماعيه، جايز يكون حاسس ان هو اذا رجع لكم ده هيغير شويه من وجهه نظر الناس فيه، او من وجهه نظر بعض الاشخاص المهمين بالنسبه له. I don't know. او جايز يكون طرف تالت هو محتاج اساسا يسيبه عشان يقدر يرجع لكم. اوكي، بالنسبه للبعض. انما السيناريو ده سبيسيفيك قوي، بس انا حسيته في الورق ده وانا بعمل الرسائل، بس حبيت ان انا ارجع لكم انه جايز يكون بالنسبه للبعض الحلول الشخص ده محتاج يوجدها الفتره اللي جايه هتكون متعلقه بطرف ثالث. اوكي، بس طبعا الحاجات دي ممكن تبان اكتر في القراءات الخاصه مش في القراءات العامه يعني. عموما انا شايف القراءه بتاعتكم حلوه عموما، فيها رجوع، وحتى الرسائل بتقول نفس الكلام، بس في احساس كمان ان الشخص ده متألم قوي، لسه زي ما يكون شايل منكم، ولسه مش قادر ياخد القرار الفاينل لغايه دلوقتي الا لما يحدث بعض التغييرات الاول في حياته. خلينا نشوف طيب الحظ الفتره دي هيجيلكم من انهي برج. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Capricorn during this period of time and onwards? البيت السادس. البيت السادس صحتكم. اوكي، بيت الصحة الفترة دي اذا كنتوا تعبانين شوية الفترة اللي فاتت،
فعندي احساس ان انتوا في خلال الفتره دي ممكن هتتحسنوا اكتر، بس خلي بالكم شويه من صحتكم الفتره دي، خاصه ان عطارد موجود في البيت الاول عندكم في الجدي، وعطارد هو الحاكم الفعلي بتاع البيت السادس. وتراجع عطارد ممكن يعني بالنسبه للبعض ان انتوا مثلا جايز تكونوا واخدين فلو او برد او حاجه، او يعني ايا كانت طبيعه المرض يعني. انما الحظ السادس هيديكوا القوة والقدرة الكافية ان انتوا تتغلبوا على المشاكل الصحية بالنسبة للبعض اذا كانت قائمة في الفترة اللي فاتت دي. هيديلكوا الانرجي الكافية. بالنسبة للبعض دي ممكن تكون فترة كويسة قوي كمان للشغل، اوكي، جايز تكونوا هترجعوا للشغل تاني انتوا كنتوا فيه قبل كده. تراجع عطارد عندكم في البيت الاول ممكن يكون عندكم فرصة ان انتوا ترجعوا للشغل ده مرة تانية، او اذا كان في بعض الامور محتاجة تتحسن في بعض الاعمال اللي انتوا عملتوها، في احساس ان انتوا بتعملوا زي ريفيو عشان ترجعوا تخلصوا الاعمال دي، او في حاجة متأخرة انتوا محتاجين تسرعوا الوتيرة شوية او ترجعوا لها تاني، في حاجة اتسلمت بس فيها بعض المراجعات او الاخطاء لازم تتصحح، ففي شيء من تصحيح في الوقت الحالي بالنسبة لبعض الاعمال اللي انتوا ممكن تكونوا اديتوها قبل كده. اوكي، دي مش احسن فترة لتوقيع العقود المالية والعقود والكونتراكتس الخاصة بالعمل، فتفكير شوية اذا كنتم مضطرين توقعوا عقود في خلال الوقت ده بالتحديد. خدوا وقتكم ان انتوا تراجعوا التيرمز اند كونديشنز، يعني اللي هي الاشتراطات والبنود بتاعة التعاقد ايا كان نوع التعاقد، يعني قروها مرة واثنين وثلاثة قبل ما توقعوها. اوكي، اذا مضطرين توقعوا عقود دلوقتي، انما الافضل ان انتوا تستنوا مثلا اسبوعين تانيين لغاية لما ميركوري عطارد يعني يبتدي ياخد الاوربت الدورة الطبيعية بتاعته. ساعتها ممكن يكون الموضوع اوضح وكلير اكتر، وهتحسوا ان انتوا يعني شايفين الموضوع من كل الزوايا ومن كل الابعاد وملمين بالتفاصيل بشكل اوقع كتير عن دلوقتي. اوكي، دلوقتي ممكن تحسوا ان الامور تايهه شويه، فما توقعوش وانتوا عندكم احساس التوهان ده. اوكي، عموما انا عارف ان الجدي اذكياء قوي في الامور دي، وبيدققوا كتير في الحاجات المتعلقه بالورقيات والعقود والكلام ده، فاعتقد ان انتوا هتعملوا كده من غير ما اقول لكم يعني. الحياة اليومية في خلال الوقت ده ممكن يكون فيها شيء بعض من التغيير بالنسبة للبعض. اوكي، جايز في خلال الفترة دي تلاقوا نفسكم رجعتوا لنمط حياة انتوا كنتوا فيه قبل كده، كنتوا بتعملوه بشكل دوري قبل كده بس جايز ابتعدتوا عنه شوية. اعتقد في خلال الفترة دي هتلاقوا نفسكم راجعين لنمط حياة انتوا كنتوا بتمارسوه قبل كده. يعني حياتكم اليومية مثلا كنتوا مثلا بتروحوا الشغل وبعدين ترجعوا من الشغل مثلا تطلعوا من الشغل على الجيم، بعد كده تطلعوا تقابلوا اصحابكم بالليل مثلا، يعني ده نمط حياة معين كنتوا بتعملوه توقف شوية. اوكي، فعندي احساس ان هيكون في رجوع لنمط سابق في الحياة اليومية بتاعتكم في خلال الفترة دي. بس بما ان الحظ معاكم، فاعتقد انه النمط ده ممكن يكون في الفتره دي بالنسبه لكم ممكن يكون مطلوب. اوكي، سواء كان ايجابي او سلبي بس جايز يكون مطلوب، وجايز هيكون تاثيره عليكم تاثيره هيكون ايجابي على الاقل على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي. اوكي، جايز تكونوا محتاجين اجازه اكشلي في خلال الفتره دي من الشغل، اذا حاسين ان انتوا عايزين اجازه خدوا اجازه برضه الجدي. اوكي، بتمنى لكم التوفيق، بشكركم على المشاهده والمتابعه والتعليقات اللي بتكتبوها في كومنت سيكشن. اذا حابين قراءه خاصه الايميل بتاعي في الديسكربشن بوكس. اذا اول مره تشوف القراءه لو عجبتك بليز لايك شير اند سبسكرايب عشان نوصل الشانل لاكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكربشن بوكس توصلكم البلاي ليست بتاعت الشانل. اذا حابين في اكتر من 2500 فيديو you're more than welcome تتفرجوا عليهم، it's all free. خدوا فكره عن الناس اللي بتحبوهم والانرجي بتاعتهم عامله ازاي عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زايمن تارو channel. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.